الأمر بدا كالحلم أن يكون كأس العالم في ضيافة العرب، والسؤال الذي كان يطرح دائما: من لها؟ ومن يستطيع أن يجعل الحلم حقيقة ويصير المستحيل واقعا؟ وهنا ظهرت قطر تحمل الآمال العربية ومفتاح إحداث المعجزة. غير أن الأمر ليس بالهين، فهنالك دول كبرى تنافسها كاليابان وكوريا الجنوبية واستراليا والولايات المتحدة. 5 ملفات حينها تنافست لاستضافة كأس العالم 2022، منها الملف القطري الذي كان واعدا وحمل الجديد في طياته كتقنية تبريد للملاعب صديقة للبيئة، بالإضافة إلى قدرة قطر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وكذلك وجود اقتصاد واعد وفي تزايد مضطرد، وغيرها من النقاط الهامة. FIFA World Cup is Qatar. ورغم التشكيك والضغوط المسلطة عليها قبل الترشح وبعده، كانت النتيجة أن تظفر قطر وتفوز دائما، والفضل كله لهذا يعود للأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، ويحق له أن يفخر بما رفعت يداه. ومنذ إعلان فوزها بالتنظيم وتحول الخيال إلى حقيقة، مفادها أن الاسم الرسمي للبطولة سيكون مونديال قطر 2022. بدأ التحدي الأكبر لتغيير كلي للمرافق والملاعب والبنية التحتية، وحملت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على عاتقها هذه المسؤولية الضخمة. ملاعب انطلقت من الصفر بالإضافة إلى المرافق والطرق والمواصلات، وكأنك تبني بلدا جديدا. ملاعب بالإضافة إلى جمال هندستها تحمل طابعا من الهوية العربية القطرية، كاستاد لوسيل والمدينة التعليمية والبيت واستاد الجنوب واستاد 974، بالإضافة إلى استاد خليفة الدولي. سنوات وسنوات من بطولة إلى أخرى، بدءا بالألعاب العربية وكأس الخليج ومونديال الأندية، كانت الدوحة تثبت للعالم جاهزيتها للحدث الأكبر، كأس العالم. وخلال هذا كله، بعد استلامه دفة القيادة، وقف الأمير تميم بن حمد شامخا يصعد سلم المجد. ومع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق البطولة، ازدادت الضغوطات لفرض ثقافات شاذة، لكن الدوحة أكدت مرة أخرى أنها لا تقهر، ولا مجال للمس من الهوية الإسلامية والعربية. وفي النهاية قطر فازت بكل شيء بعدما تعرضت لكل شيء، والكل بات يعرف أن تلك الضغوط ما هي إلا رماد. أسدل الستار على كأس العالم قطر 2022 بنهاية تاريخية. كيف لا، وأفضل لاعب في التاريخ يحمل اللقب مرتديا البشت العربي، والأمير تميم بن حمد هو من قام بنفسه بإلباس ليونيل ميسي البشت. البعض من النفوس المريضة لم يعجبه الأمر، لكون أن البشت عربي الهوى، رغم أنه وجد حفاوة من الأرجنتينيين. وهنا نتذكر الأسطورة بيليه عندما ارتدى في كأس العالم 1970 القبعة المكسيكية، واعتبرت وقتها تعايشا ثقافيا وتحقيقا لرسالة كرة القدم، وهو ما يؤكد ازدواجية المعايير لدى هؤلاء. صورة ستبقى في الأذهان وستخلد في ذاكرة كرة القدم إلى الأبد، بالإضافة لمشهد الاحتفاء بصاحب اللقب في شوارع قطر لأول مرة في التاريخ. من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع. البطولة أوفت بوعودها على جميع المستويات، فبعد حفل الافتتاح العظيم الذي أكد مقولة مونديال العرب،
جاء حفل الختام ليجمع كل الثقافات في لوحة رائعة على استاد لوسيل ملعب النهائي، وهو واحد من جواهر قطر المونديالية التي ستبقى خالدة في تاريخ اللعبة. وأهم ما ميز هذه البطولة تقارب المسافات، ما جعل الشغف بلا حدود والحضور كبيرا، وهي البطولة الأكثر أمانا عبر التاريخ، إذ لم تسجل أي مشكلات، وقدمت نموذجا على الكفاءة القطرية في إدارة البطولات الكبرى، كما أنها نشرت القيم والمبادئ التي تتمتع بها المنطقة العربية. ولا ننسى تألق المنتخبات العربية بإنجازات تاريخية، فالسعودية فازت على بطل هذه النسخة الأرجنتين، وتونس سحقت بطل النسخة الماضية المنتخب الفرنسي، ويبقى الأهم ما حققه المنتخب المغربي بحصوله على المركز الرابع عالميا. لكن الأكيد أن عظمتها تكمن في صمودها وسط ضغوط كبيرة لتكون قطر البطل الحقيقي للمونديال.